السؤال ده لقيته عند صديقي الدكتور تامر الفنجري من مدرسين الانجليش الممتازين، وعجبني قلت ارد عليه. بعد اذنك يا دكتور تامر، الحقيقه انا بستغرب جدا من اللي داخلين جريد 10 بيسالوا المفروض نبدا نذاكر ازاي واحنا كنا نشوي. اولا لازم ناخد عند مدرسين بيفهموا في الامريكان دبلومه، ده رقم واحد. رقم اتنين، جريد 10 وجهه نظري انا واعتقد تتوافق مع الدكتور تامر، احنا بنبتدي معاهم دايما من شهر 10. بيشتغلوا معانا شهر 10، بديهم حصه واحده في الاسبوع ماث وحصه انجليش او حصتين حسب مدرس انجليش ما يشوف. انا في الماث بدي حصه واحده لحد شهر 3 اللي جاي، الثلاثه اللي هو في جريد وهم في جريد 10. وبعد كده بكثف معاهم بعد كده حصتين في الاسبوع لحد امتحان شهر 5 بنخش تجربه. بعد كده بنبتدي جريد 11، بنستعد لامتحان شهر 7 او 10 حسب ما الطالب يختار. دي اول محاولات محسوبه، ونكمل بقى عشان نجيب سكور ونخلص ماكسيمم شهر 3 في 11. وبعد كده يبقى عنده سنه كامله فاضي منها من السات من الايست او الاكت. انما المشكله هتبقى في مين بقى؟ في اللي جاي من جريد 11 او 12. لازم يبتدي فورا. اللي جاي من اولى ثانوي او من ثانيه ثانوي امريكان، هم دول اللي انا عملت الفيديو عشانهم. ارجوكم اللي جاي من اولى ثانوي لثانيه ثانوي اللي هي جريد 11، او جاي من ثانيه ثانوي لثالثه ثانوي عندنا اللي هي جريد 12، ابتدي بعد العيد فورا. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد، كل سنه وجميعكم طيبين. وبحيي كمان دكتور تامر الفنجري، شكله في فندق اهو زيي، بيقضي اجازه العيد اللي هناخد نفسنا فيها. واحنا كمان مسيحيين ومسلمين بنستمتع باجازه العيد، عشان مصر دي بلد الامن والامان والحب والسلام. مسيحيين ومسلمين بيحبوا بعض وبيستغلوا الاجازه مع بعض. كل سنه وانتم طيبين جميعا، وبحبكم جدا. يا رب بالتوفيق لجميعكم. اشكركم، كنت معاكم مستر ايمن تدرس. بالتوفيق للجميع. اعملوا بقى شير للفيديو دوت. شكرا يا دكتور تامر.